مش هعيط مش هعيط، لا 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 مش هعيط، عايزه اعمل فيديو مش هعيط. امسكي نفسك امسكي نفسك امسكي نفسك. اوكي، صباح الخير يا جماعه، يا رب تكونوا كويسين وبخير. طبعا واضح ان انا لسه صاحيه من النوم، واضح ولا اوضح اكتر؟ يا جماعه انا صحيت على فيديو انا هوريه لكم دلوقتي لشخصيه غاليه قوي عندي. الفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده ما كانش ينفع ان انا اطلعه في ستوري واوريه لكم واكتب تحتيه كلمتين وبس. قلت لا، لازم اعمل فيديو عشان انا عايزه اقول كلمتين صغيرين قوي، مش هطول عليكم. اتفضلوا شوفوا. لولو يا لولو، ازيك يا لولو؟ عايزه اقول لك بقى ان انا هنا في العمره، وزي ما وعدتك ان انا هعمل لك فيديو. انت اول واحده. عايزه اقول لك ربنا يا رب يرضيكي ويرضى عنك يا رب، ويرزقك الخير كله اللهم امين، ويحبب فيك الخير اللهم امين، ويبعد عنك كل حد وحش، كل حد مؤذي يا رب يا رب يا رب، وتكوني يا رب احسن حد على السوشيال ميديا بيقدم محتوى. بجد انا بحبك جدا ودعيت لك كتير قوي هنا، وانا هنا واقفه قدام المسجد وحابه اعمل لك فيديو، وحابه اقول لك يا رب يا رب يا رب ربنا يكتبها لك عن قريب يا رب، وتيجي هنا تزوري بيت ربنا اللهم امين. بحبك جدا. مش هعيط، لا انا قلت مش هعيط بجد، بشرب القهوه عشان افوق. اول حاجه عايزه اقول لكم ان البنوته اللي موجوده في الفيديو هي اسمها داليا، وتعرفت عليها هناك في ايطاليا لما كنت مسافره. على فكره هي ما تعرفش ان انا بعمل الفيديو ده خالص. داليا تعرفت عليها هناك في وسط بنات وستات جمال جدا جدا بيتابعوني من زمان، من قبل ما اسافر، وكلهم كانوا بيشكروا فيها بشكل مش طبيعي. هي استاذه في اللغه الايطاليه. الناس القديمه ومتابعاني من زمان، من ساعه السفريه دي انا كنت نزلت فيديو ليا انا وهي، وقلت ان انا هبتدي اخد معاها وهدرس معاها اللغه الايطاليه. اختكم لا تفقه شيء في الايطالي، اختكم انجليزي بس، وشغل انجليزي ودراستي انجليزي. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا خدت مع داليا لمده تقريبا شهر ونص او شهرين، يمكن ما كملتش شهرين، وبعدين رحت المدرسه عشان يمتحنوني، وتجاوزت الA0 والA1 والA2. وطبعا الناس اللي في ايطاليا هيفهموا انا بقول ايه. جماعه لو انا كنت نجحت في الA2 كنت خدت الشهاده الايطاليه. انا رايحه اصلا عشان ابتدي من الA0، لقيت نفسي كنت خلاص على وشك ان انا احل الA2 واخد الشهاده الايطاليه، ودي هتنفعني في حاجات كتير جدا، والناس اللي عايشه في ايطاليا هيبقوا فاهمين انا بقول ايه. الفضل كله للبنوته دي، لداليا. طبعا انا بشكرها جدا 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 من قلبي، بجد مش عارفه اقول لها ايه. انا فتحت عينيا على الفيديو بجد يا جماعه، عينيا دمعت، ما كنتش عارفه ان هي بتحبني قوي كده. ويا داليا انا مستنياكي ترجعي من العمره عشان نكمل سوا. ما احنا مش هنقف على هنا وبس، لا احنا لسه قدامنا مشوار طويل، هنكمل لسه. وانا بنصحكم ان اي حد عايز يتعلم لغه ايطاليه، سواء عايش هناك او هنا في اي مكان، يتواصل مع داليا. وعلى فكره انا سايبه لكم صفحتها فوق وعلى ضمانتي بجد. تاني حاجه بقى وهي الاهم، حب الناس ده يا جماعه نعمه من عند ربنا، والله نعمه من عند ربنا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان انا قدرت اني ادخل قلوبكم، وان انا اعمل حاجه بتحبوها وتضحكوا وارسم الابتسامه كده على وشكم. ده فضل ونعمه من عند ربنا. ده غير بقى الدعوات والرسائل الحلوه والحاجات الحلوه اللي بتجي. اخر حاجه عايزه اطلبها منكم، ادعوا لي بزياره النبي عليه افضل الصلاه والسلام، لان دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي انا بتمناها في الفتره دي.